القضية. السلام عليكم. موضوع هذه الحلقة هو اللقاء اللي حصل في البرلمان الروسي اللي هو الدوما يوم 16/5 بين ممثلين عن البرلمانات والمؤسسات المدنية في الجمهوريات الشركسية الثلاثة وأقطار الشتات. اللقاء كان حوالي ساعة في مجلس الدوما، وهو اللقاء الأول من نوعه على هذا المستوى. نحن عندنا من الأردن اجت الدعوة يوم 4/5 بكتاب مؤرخ في 4/5/2011 إلى السيد سمير قردن رئيس الجمعية الخيرية الشركسية المركز، وإلى العين خردين هاكوز. راحوا لهناك وشاركوا في هذا اللقاء، وكان لكل واحد منهم ورقة قدموها للدوما، لكن بسبب أنه اللقاء كان لمدة ساعة واحدة لم يسمح إلا لممثلة الجمعية الخيرية الشركسية في كاليفورنيا السيدة تشيتشك شق أن تقرأ كلماتها. بدي إذا تسمحوا لي أركز على بعض النقاط اللي أثارتها السيدة تشيتشك، وهي أولا حق العودة. كما قلنا في حلقات سابقة، هذا حق مقدس ويعني لا يجوز التلاعب فيه أو إنكاره. أيضا طلبت تدريس اللغة والتاريخ الشركسيين، كما طلبت في كلمتها تحفيز إعادة التوطين، بمعنى أن تبعث الفيدرالية الروسية برسائل إلى الشراكسة، كما سمعنا أنها تبعث برسائل إلى 23 مليون روسي موجودين خارج روسيا الفيدرالية الآن للعودة إلى 8 مناطق اقتصادية مطورة، وعمالهم يعطوهم حوافز ومساعدات مادية وعينية وإلى آخره، ويوفروا لهم كل وسائل الراحة للعودة، لأنه يعني الكل بيعرف أنه في هدول 23 مليون روسي موجودين وموزعين في أقطار الاتحاد السوفيتي السابق، وموجودين أيضا في أوروبا وأمريكا الجنوبية وفي كل أقطار العالم. هذا الموضوع أيضا يعطي أمل كبير لشراكسة سكان القفقاز وشراكسة الشتات على أنه لهم مستقبل في أرض الأجداد، ولهم أيضا أمل في أنه يكون لهم السيادة على أرضهم. أيضا طلبت السيدة تشيتشك شق من الروس الاعتراف بالمذبحة. المذبحة زي ما احنا بنعرف، والطريقة اللي تمت فيها والكل بيعرف، في عليها آلاف التقارير وآلاف الشهود الذين كتبوا ما رأوه، وحتى السجلات العسكرية الروسية تتكلم بشيء من التفصيل المذهل عما حصل. فبالتالي يعني محاولة التنكر لهذا الموضوع غير قائمة. النقطة الأخيرة اللي طلبتها السيدة تشيتشك هي الاستقلال. الاستقلال قالت أنه متروك لروسيا الحديث فيه والتفكير فيه، والاستقلال ليس معناه في هذه الحالة الانفصال عن روسيا وخلق وضع عدائي لروسيا أبدا. الانفصال الذي قصدته السيدة تشيتشك هو توفير السيادة والشعور
بأنهم شعب يحمل تقرير مصيره بيده ويبقى صديقا لروسيا الفيدرالية بالرغم كل إساءات الماضي. ولكن عندما نعترف بالمذبحة إذن هذا يوفر للمعترف غطاء إنسانيا قانونيا ضميريا كبيرا جدا، ويرتب عليه مسؤوليات هي أولها وبدايتها التعويض عن هذا الذي حصل. أهمية اللقاء في رأي العين خير الدين هاكوز والأخ سمير قردن أهمية كبيرة جدا. كل المشاركين قدموا، أو معظم المشاركين لأنه في بعضهم اشترك بورقة واحدة، قدموا أوراق عمل وكانت كلها تدعو إلى ما يقارب طلبات السيدة تشيكشق، بما يعني يظهر أنه كل الطلبات متقاربة وتمشي في نفس الإطار. هذا يعني الاجتماع أهميته أنه وضع قضيتنا أمام أنظار البرلمان الروسي الدوما، وأيضا لفت أنظار العالم إلى وجود ما يعرف بشيء يستدعي هذا الاجتماع. أثاروا في هذا الاجتماع كثير من الناس موضوع سوتشي. سوتشي يا أخوان شوكة ونقطة شائكة جدا، مثيرة للجدل ومثيرة للغضب ومثيرة للكثير من المشاعر المختلطة. أنا لا أريد حقيقة أن يعني أتحدث بالتفصيل لأن الوقت لا يتسع، ولكن وقعت من روسيا أخطاء كبيرة جدا عندما ذهب بوتين إلى اللجنة الأولمبية العالمية ليعرض عليهم يعني أن يستعملوا منطقة سوتشي كمقر للألعاب الأولمبية سنة 2014. قال في كلمته أنه من ضمن الشعوب التي عاشت في إقليم سوتشي الإغريق والكولتشي والقوزاق، وما قال الشركس. فهذه وقفت في حلقنا وحقيقة يعني كانت سيئة جدا. اصطحب معه فرقة رقص قوزاقية حتى تقدم نموذج عن الفن الروسي أو الفن المحلي لمنطقة سوتشي، بينما كلنا احنا بنعرف أن القوزاق طارئين على منطقة سوتشي. الرئيس ميدفيديف في إحدى كلماته اللي وجهها قال أنه هذا المشروع مشروع سوتشي هو مشروع روسي قومي، لم يتحدث عنه. كل هذه الأمور، بالإضافة إلى أنه سنة 2014 تكون هي الذكرى 150، تصادف الذكرى 150 للتهجير والمذبحة، فكيف يمكن أن نقبل؟ لكن هناك شيء من الواقعية في تناول هذا الموضوع، وأريد أن أخذ من وقتكم دقيقة حتى أقول روسيا ستنفق مليارات على تطوير منطقة سوتشي حتى تكون جاهزة لهذا الأولمبياد. هذا معناته أنه الأبنية التي ستشاد ستبقى، وهذه ممكن أن تستغل في المستقبل لخلق وجهة تزلج عالمية مثل منتجعات سويسرا وإيطاليا وأمريكا وغيرهم، حتى تصبح هذه يعني موئلا للسياح ومصدرا للرزق ومصدرا للوظائف للعديد من أبنائنا في المنطقة. يجب التفكير في هذه الناحية، ولكن لنا شرط، هو أنه إذا قبلنا بإقامة هذه الأبنية وإقامة الأولمبياد أن يكون لنا ودور واضح، وأن ننشط إعلاميا من كل العالم لنقول للناس
صوتشي وميناء طوابسة. صوتشي مكان المذبحة التي حصلت فيها آخر مذبحة وأكبر معركة في الحرب سنة 1864، وميناء طوابسة هو ميناء الترحيل الذي مات عليه الآلاف فوق الآلاف. هذا الأمر يجب أن نعلنه بكل صراحة إذا شاركنا، ولا مانع أيضا من المشاركة. أكتفي بهذا القدر وأشكر لكم استماعكم، وللقاء في الحلقة القادمة.